لو انت مونتير او صانع محتوى وبتشتغل في صناعه الفيديوهات وبتستخدم برنامج ادوبي بريمير ومش بتستخدم بلجنز، فانت شخص بيتعب قوي الصراحه. البلجنز دي عباره عن ادوات بتنزلها او بتعمل لها سيت اب على برنامج ادوبي بريمير عشان تسرع من شغلك بشكل كبير وكمان يطلع بشكل احسن. في الفيديو ده هقول لك على اهم البلجنز اللي منزلها على برنامج ادوبي بريمير عشان يسرع جدا من شغلي ويطلع لي نتيجه احسن. فيلا بينا. اول اضافه عندي هو ابلكيشن ساوندلي. هتخش على موقع getsoundly.com وتنزل الابلكيشن اذا كنت ويندوز او ماك، وبعد ما تسطب الابلكيشن ده هيكون شكل البرنامج. ده مش بلجن بيتسطب جوه ادوبي بريمير، لكن هو برنامج بيساعدنا ان احنا ننجز حاجه هوريها لكم دلوقتي. البرنامج ده متخصص في الساوند افكت، يعني مثلا لو انت عايز ساوند افكت لاي حاجه زي تكتب مثلا امباكت، هيظهر لك كل الساوند افكت الخاصه بالامباكت. هتروح على اي حاجه انت عايزها، ولو يكن اول واحده دي مثلا، وهتدوس على بلاي. حاجة تانية مثلا فايت او امباكت بانش فيس، بتدوس عليها تسمع الساوند افكت المناسب للفيديو بتاعك وبتختاره. طيب فرضا مثلا عندي شوت زي ده، واحد ماشي على تلج، فانا محتاج احط صوت الجزمة وهي ماشية على التلج في الشوت ده. كل اللي انا هعمله هروح عند ساوندلي واكتب مثلا سنو، هيظهر لي مثلا حاجة زي فوت ستيبس هيومن سنو ووك. فرضا بقى انا خلاص اخترت الساوند افكت ده وعايز الجزء من اول هنا لغايه هنا بس. كل اللي انا هعمله انا هسلكت الحته دي واعمل لها دراج واروح للبريمير دروب، فبقى عندي الساوند افكت موجود على برنامج ادوبي بريمير. تعالوا نجرب. في الاخر ممكن يطلع لنا بالشكل ده. ساوندلي برنامج فور فري، بس في طبعا منه نسخه مدفوعه، هسيب لك اللينك في الديسكربشن، تقدر تنزله وتعمل له سيت اب وتبدا تستخدمه كمصدر للساوند افكت بتاعك في مكان واحد. تاني بلجن معانا اسمه اي جوس، واحنا هنختار الستارتر باك لانها هي الفور فري. طبعا في حاجات تانية بفلوس ولكن احنا هننزل طبعا الفري. هتخش على الويب سايت بتاعهم، هسيب لك برده اللينك بتاعه في الديسكربشن، هتسطب البرنامج وبعد كده تخش على برنامج ادوبي بريمير وتدوس على ويندوز اكستنشن، بعد كده تدوس على اي جوس باك مانجر 4. اول ما بتنزل او بتسطب البلجن على البرنامج بيظهر لك الباكس بتاعتهم، الحاجات اللي هي بالنسبه لك ممكن تشتريها او تنزلها فور فري. في عندنا 3 باكس فور فري، اللي هي اول واحده اللي هي ستارتر باك وستارتر باك في اف اكس والساوند افكت فري. بتدوس على كل واحده فيهم هو بيعمل لك داونلود على طول على البرنامج. انا فاتحهم فوق اهو ستارتر باك في اف اكس وفي الساوند افكت. اول ما تروح على اي حاجه مثلا زي الساوند افكت، في حاجات كتير بقى، في مثلا كليكس، في كلوك مثلا ديجيتال صوت الساعه، وعندنا مثلا في الفي اف اكس ممكن حاجه مثلا زي الاكسبلود مثلا، او ممكن تجيب اللي هو الدخان او حاجه زي كده. بتدوس عليه وتدوس على كلمه داونلود او العلامه بتاع الداونلود دي، بينزلها لك وينزلها لك على طول على التايم لاين بتاع البرنامج. ولكن اكتر حاجه بستخدمها هي الستارتر باك اللي هي اول واحده. هتلاقي بقى في حاجات كتير قوي، مثلا من الحاجات اللي انا بحبها في البلجن ده اللي هو فيه مثلا جريدينت باك جراوند. جريدينت زي دي تقدر تحط عليها مثلا كلام او تحط عليها اي حاجه لو انت بتعمل محتوى فيه كلام كتير وعايز ترانزيشن بجمله معينه، وتقدر كمان تحط بوكس تايتل وتكتب فيه اللي انت عايزه، كل الموضوع ان انت هتعمل دراج ودروب. فرضا هنا مثلا في مشهدين وعايز تحط ما بينهم ترانزيشن، فانا عندي اللي هو ليكويد ترانزيشن ده انا بحبه برده، هدوس عليه دوسه واشده عند الحته اللي فيها الترانزيشن اللي انا عايزها، هو يعملها لي داونلود ويعملها لي امبورت على التايم لاين. هو نزل لي الترانزيشن اهو دلوقتي، هاخده بس واحطه ما بين التو فيديوز وهيبقى شكله بالمنظر ده. البلجن الصراحه مليان حاجات كتيره جدا جدا جدا، تقدر انت بقى تنزله وتعيش بقى فيه. رابع بلجن معانا هو بريمير كومبوزر، وده تقريبا الاشهر في وسط البلجنز دي كلها. ممكن تكون انت عارفه او ناس كتير عارفاه، ولكن لو مش عارفه انت لازم تعرفه. هتخش على جوجل وتكتب بريمير كومبوزر، بعد كده تخش على الويب سايت بتاعهم وتعمله داونلود، وهو بيشتغل على البرنامجين اذا كان افتر افكت وكمان ادوبي بريمير، بس احنا هنا هنستخدمه اكتر على برنامج ادوبي بريمير. نفس الموضوع ويندوز اكستنشن، بعد كده تدوس على بريمير كومبوزر.
هتلاقي البلجن بتاعك بالشكل ده. اول حاجه عندنا الستارتر باك، ودي الباك الفور فري. طبعا برضو في حاجه بيت لو انت عايز تعمل ابديت للبلجن ده لو عجبك. البلجن ده بقى جميل ومنظم، فيه كل حاجه ممكن تحتاجها زي التكست بوكس والتكست بريسيتس، وفي اهم واشهر الترانزيشن اللي ممكن تحتاجها كراجل مونتير في اي حاجه بتعملها، زي البان والزوم والروتيت والتشيك والفيد وكمان الجليتش. هتلاقي كمان شويه سوشيال ميديا ايكونز عشان انت بتشتغل على حاجه تبع اليوتيوب الانستجرام تيك توك والكلام ده كله. هتلاقي شويه ايكونز للسوشيال ميديا، وكمان اهم ساوند افكتس اللي ممكن تحتاجها في شغلك. استخدامه كمان سهل جدا. فرضا لو عايز تحط ما بين نفس المشهدين ده ترانزيشن، هتروح على قائمه الترانزيشنز وتختار اللي انت عايزه. لو يكن مثلا البان، هيقول لك انت عايز البان عامل ازاي، من الليفت ولا من البوتوم ولا من الرايت ولا من التوب. وكمان بيتيح ليك ان انت تحط الساوند افكتس الخاص بالترانزيشن ده. لو دوست على اد ساوند ودوست على كلمه اد، هيعمل لك امبورت للترانزيشن ويحطه لك ما بين المشهدين، ودي هتبقى النتيجه النهائيه. انا بشوف ان بريمير كومبوزر من اهم البلجنز اللي لازم اصلا تبقى عندك على البرنامج. اخر بلجن معانا وهو شبيه شويه ببلجن بريمير كومبوزر اسمه موشن برو. هتخش برضو على الويب سايت بتاعهم وتنزل البلجن ده، بعد كده تسطبه على ادوبي بريمير وتختار الباك الفور فري، تعملها داونلود، بعد كده تعملها انستول على البلجن جوه البريمير. ولو قابلتك اي مشكله في سيت اب البلجن ده، سيب لك لينك في الديسكربشن، موجود شرح كامل من الويب سايت بيشرح لك ازاي تعمل سيت اب للباك والبلجن. مجرد ما تعمل سيت اب بقى للبلجن ده، هتخش على ادوبي بريمير ويندوز اكستنشن موشن برو. وده شكل البلجن. بيبقى عندك تو فري باك، اول واحده اللي هو فري بريسيتس، والثانيه اللي هي 750 اس اف اكس، وده عباره عن ساوند افكتس. 750 ساوند افكتس من اشهر الساوند افكتس اللي ممكن تحتاجهم في اي شغل. البريسيتس اللي موجوده عندنا ترانزيشن، وعندنا موشن شيك، وعندنا ديزاين لاي اوت وجرافيكس وباك جراوند. حاجات زي دي انت ممكن تقعد كتير قوي عشان تشتغلها او تعملها بنفسك، ولكن ده كل ده فري. مجرد ما دراج ودروب على التايم لاين الدنيا كلها تبقى زي الفل. في كمان باك جراوندز حلوه جدا عشان لو عايز تحط عليها فونتس او تحط عليها كلام او الكلام ده. هتلاقي كمان جرافيكس تنفعك جدا في الشغل، خصوصا لو بتشتغل في ريلز والحاجات الكوميرشال. الحاجات دي هتبقى حلوه قوي. برضه زي ما قلت لك استخدام الحاجات دي سهل جدا. مجرد ما تختار الحاجه اللي انت عايزها وتدوس على ابلاي، هو بيتفعل لوحده بينزل على التايم لاين. اخر حاجه عندنا بقى هو الجارلس بريسيتس، وهو عباره عن بريسيتس مش بلجنز. بعد ما تخش على الويب سايت وتنزل الفايل بتاع البريسيت عشان تعملها بقى امبورت على برنامج ادوبي بريمير، هتروح عند قائمه افكتس عند بريسيتس وتدوس كليك يمين وتدوس امبورت بريسيتس. هتفتح الفولدر وتختار الملف ده وتدوس اوبن. بعد كده هتفتح قائمه البريسيتس نفسها وهتلاقي جارلس بريسيتس اهي. هتلاقي بقى في حاجات كتير قوي زي الاوديو تول والكومبوزيك تول، وفي حاجات اللي هو الجريدينت تول، وهتلاقي برضو فيها ترانزيشن وحاجات للكالرنج. في كمان هاند هيلد كاميراز، لو انت مثلا بتصور حاجه على ترايبود وعايز ان هي تبان ان هي هاند هيلد او متصوره بالايد، مجرد انت بتعمله اللي انت بتروح عند الحاجه اللي انت عايزها وتعمل لها دراج ودروب على الفايل بتاعك او الفوتج بتاعتك. وطبعا ممكن تجرب بقى بقيه البريسيتس بنفسك. بس كده دي كانت شويه ادوات بتساعدني جامد جدا وانا بعمل مونتاج. انصحك وبشده حاول تهتم بفكره البلجنز اللي بتنزل على برنامج ادوبي بريمير، لان هي بتسرع جدا من الشغل وبتطلعه بكواليتي احسن. لو عجبتك الحلقه بقى ما تنساش اللايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، وسيب لي في الكومنتات اي بلجنز انت بتشتغل عليها على برنامج ادوبي بريمير، يمكن انا استفاد وغيري كمان يستفاد. بس كده اشوفك الحلقه الجايه. سلام.